نهار اليوم ما كانش كامل عادي وما توقعتش يصرالي هكا حاجه صغيره قلبت لي كلش وخلاتني نبطل ونبدا من الزيرو. وبرك باش تعرفوا تابعوني حتى الاخر وشوفوا كيفاش تبدلت الحكايه كامل. السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. كيفاش راكم على الصحه؟ انا صافا الحمد لله، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل مهنيين بصحه جيده. اليوم جبت لكم فيديو جديد روتين جديد وروحوا معايا. اليوم لا روتين تاعي كانت متنوعه فيها بزاف صوالح اللي تحبوهم وراح نشاركهم معكم بالتفصيل، واكيد ما كنتش مخططه لوالو باسكو مع الاخر باش ضربت لي اروح نشارك معكم. اول حاجه هي الكارثه اللي كنت درتها. عباكم يا البنات هذه بكيت عليها، هذه الكارثه راح نحكيها لكم دوكا لاصحاب ستوري ولا الانستغرام على بالهم واش صرالي. وشحال من وحده قالت لي يعني خرجت هايله وشابه، مي انايا ما نكذبش عليكم التعب تاعها باسكو فريمون كان الوقت روطار كي بديت نخدم فيها، ولكن انا صورتها لكم بالتفصيل وحبيت نشاركها معكم اللي هي البقلاوه. اروح نعطيكم اهم الاساسيات على البقلاوه، انكم توزنوا الفرينه تاعكم وتوزنوا المكسرات تاعكم والعسيله تاعكم، هذا هو الصح. قبل ما توزنوهم كونوا بيان سور وزنتوا ولا قستوا السنيوه تاعكم، اذا كانت كاري قيسوا طرف العرض، واذا كانت مدوره ديروا القطر تاعها. كما انا هنا السنيوه تاعي كانت مدوره القطر تاعها 30 سنتيمتر صافي، درت 30 في 30 تخرج لي 900. نروح مباشره نكي الفرينه تاعي ب 900 ومن بعد ندير لها 4 كيلات باي يعني بول عندكم اللي يرفد لكم 4 كيلات. ومن بعد درت كيله مخلطه بالزبده والسمن اللي يكونوا باردين، بسستها مليح بلا ما ننسى هذيك الرشه تاع الملح، ورحت لهنا زدت لها حبه تاع بيض وبديت نشمخ فيها بكيله تاع مزهر اوما. لهنا بعد ما عجنتها تعجنوها، لازم تعجنوها شويه ماشي بزاف ماشي معارك، مي تعجنوها شويه باش تولي لاباط تاعكم ليس. ومن بعد شكلوها ولا قطعوها بهاد يعني كيما حبيتوا 5 6 7 واش عندكم نتوما كيما راكم حابين. انا لهنا كنت قطعت 6 لتحت و6 لفوق. نروحوا للكاوكاو تاعنا باش يجينا بنين وما فيهش هذيك الريحه. نروحوا نعطيكم شويه لي زاستوس. اول حاجه تشدوا الكاوكاو تاعكم شويه بالقشور شويه بلا قشور، خلطوهم وحمصوهم في البيض بالك وتخلوهم يتحمصوا بليس هكا. ومن بعد ترحوهم من مليح وديروا لهم 3 كيلات منها، وديروا زاز تاع القارص، وديروا 4 كيلات تاع سكر، ما تكثروش السكر يا اخي. ومن بعد تبداو تخلطوا وزيدوا لها لافاني، يعني عمروها زاز ولافاني باش هذيك ريحه القارص هذيك ريحه الكاوكاو تروح شويه. ونديروا لها واحد 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع واسمو تاع السمن اللي يكون مخلط تاني بالزبده ولا زبده كيما حبيتي، هي من الاحسن زبده باش تقعد لك طريه. ومن بعد زيدي لها بداي ترشي فيها وكي شغله كي تفت لي بالمزهر ماشي ماء ومزهر، راه في العجينه اللي نديروا ماء ومزهر. المهم خلوهم يباتوا، خلوهم اضعف الايمان يقعدوا 4 سوايع 5. انا كنت خليتهم حتى 6 سوايع، كان 2 تاع الصباح تحمست نط مباشره باسكو هذه حكايه هذه السنيوه حكايتها حكايه. هذه السنيوه كانت كوموند تاع عروسه للصبوحي، وانايا قالت لي ديريها لي مدوره وقطعيها لي، وانا قلت لها جامي درتها لا بروميير فوا، قلت لها خليني نجربها ماذا نقول لك اسكو نشد لا كوموند باسكو القطيع تاعها ولا التقطاع تاعها جاني شويه واعر، حسيته واعر وسبحان الله كي انا قنعت روحي بلي واعر وصح جاني واعر. المهم نشدوا هذوك 6 كيما راكم تشوفوا نفصل بيناتهم بالنشان، نديرهم على شكل دائري وبين 6 نديرهم على بعضهم ونفتحهم في ضربه واحده. او الفيديو يعني درته لكم موضح ما حبيتش نزرب بزاف. ندير لافاس تاعي نزيد لها شويه تاع سمن، واحد 3 مغارف هكا من الفوق برك نواسيهم، ونزيد لها رشات تاع مزهر تاني، هذه تقعد اختياريه. وشنو راح يعطيكم بنه اضافيه، وانا عارفين بلي الكاوكاو يشرب. وشنو الكاوكاو اذا شفتوه زاد شرب زيدوا شمخوه. شوفوا الله يبارك تفصلوها بنشا، تقدروا ديروها كل وحده وحدها، يعني تقدروا تحلوهم كامل كبار وتبداو ديروا بالطبقه وديروا لهم هذاك السمن في الوسط. انا بالنسبه الطبقات الفوقانيه كنت درتهم بهذيك الطريقه. هاد البقلاوه تجيكم سهله، وشوفوا اعتمدوا عليها ورجعوا لي الخبر، والله غير تنساو هذيك تاع الماشينه وتوجدوها في وقفه، سورتو اذا درتوها بالطريقه اللي وريتها لكم ماشي حاجه واعره. وشنو عطوها حقها من راحه، هذا ما كنشوفوا كيفاش تنفصل. انا لهنا بديت نحي بالوحده وبديت بيان سور نفضها من هذيك النشا وندير لها ليدام. وشنو الطبقه
وبالتالي يا حبيباتي ردوا بالكم تقيسوها بالنشا، يعني حلوهم بين 6 بصح الفوقانيه ما تقيسوهاش بالنشا باسكو لو كان كي تعسليها رايحات هذوك الحبات يتكمشوا لك. المهم غطيتها لهنا وخليتها غدوه من داك كنت نط درت هذاك درت المطقبه حبيتها كان فحت لي ندير مطقبه يا البنات. على بالكم زوجي يحب هذو الصوالح قلت ولا غنديرها ماشي انا راني ريجيم هو ما ياكلش. ايبا درت له هاد المطقبه جات بنينه واش نقول لكم جات طريه باسكو ليدام تاعي كنت درت له شويه تاع زبده. هي في الحقيقه اللي فضلت لي من اللي قعدت شويه من الكسرونه هذيك اللي قعدت مخلطه بالزبده تاع البقلاوه كنت درتها. المهم حبيباتي لهنا كنت قطعتها وبديت درتها الطيب وهذيك البقلاوه راهي تسنى فيا وانا راني نخدم ونخمم كيفاش نقطعها ولا كيفاش باسكو فريمون جاتني واعره. وعلى بالكم صراحه هو الزوج قال لي صبري زعما انا نجي نقطعها مي انا تقلقت قلت انا الوقتاش هو سورتو الا كانت كوموند تاع عروسه وايماجينيو البنات لا كوموند تاع العروسه كانت حتكون بالجوز واللوز انا درتها بالكاوكاو برك هكا قلت ما نخسرهاش الا ما عرفتش نقطعها وما نبكيش عليها وما نخليش العروسه بعيد الشريه يما نخلي هذيك العروسه هكاك نهار عرسها نقولها لا ما قدرتش ما شدلكش لا كوموند. انا عندي طبيعه يا البنات كي حاجه ما نعرفهاش نجربها من قبل ومن بعد نشد لا كوموند توجور نقول لهم انا جامي درت هذيك صبروا عليا نديرها ونقول لكم اسكو نديها عليكم ولا لا. وكم عارفين الكاطو توجور ما يكومونديوش الدقيقه التاليه يعني توجور يكون فرق الوقت كبير بين الكاطو والمناسبه اللي تكون عندهم. هذه هي حبيباتي لهنا كنت كملت ورحت مباشره بديت نقطع فيها حصلت فيها شوف واش خرجت هاي البنات هما في الانستغرام قالوا لي كامل شابه مي انا ما نكذبش عليكم ما عجبتنيش. ومن بعد لهنا كنا يعني شويه هكا مع العشيه قلت يا والله غير نواسي نخدم شغلي باسكو راكم عارفين هذاك السباب يكون نشا وحالتها حاله لبست بيجامه الله ورحت مباشره بديت بالحوايج. صراحه هذا السيشلان شريته مؤخرا وراه مسلكني في ايامات البرد شوفوا ينطوى وما يديش كامل بلاصه كنت شريته 209 نورمالمون وهايل انا عجبني ما نكذبش. انا عندي هذاك اللي معلق في الحيط بصح شنو ماشي كبير بزاف هذا كبير هذا يفد لك كامل الحوايج اللي عندك. المهم لهنا بديت بالغبره مسحت كامل الغبره تاعي سقمت يعني اونتر طون راهي طيب هذيك البقلاوه باسكو البقلاوه تدي لك واحد ساعه ونص طياب باسكو علاش واش ديروا لها تشعلوا لها ديروها شويه الفوق تشعلوها قليله شتو كما طيبوا الصابلي شويه قل من الصابلي تخلوها طيب في غرضها. ومن بعد كي طيب لكم من تحت زيدوا تشوفوا كيفاش تعرفوها بلي طابت تشوفوا الاطراف تاعها كامل حمارو عارفي بلي راهي طابت لك. واذا خفتي روحي لكاش شيت هكا اللي ما تحقيهاش وروحي فتحيها وشوفي اسكو طابت هي شوفي غير تشوفيها حمارت مع نار قليله عارفي بلي طيب وتاخذ لك الوقت قلت لكم واحد الساعه هكاك ساعه ونص وهي طيب. ومن بعد عاودوا نحوها ديروها لتحت كامل وشعلوا لها من الفوق تاني النار شويه قليله وزيدوا خلوها باسكو كيما تتورق من تحت كيما تتورق لكم من الفوق. انا لهنا بروفيتيت وقلت لا غنخدم شغلي هكا نحفزكم شويه وتاني نخليها يعني هي كانت توجد في كانت الطيب وانا كنت نوجد في روحي لهذيك الكارثه قولوا لي شكون كيما انا توجور كي نخدم حاجه ما تعجبنيش نروح ديريكتومون للشغل باش ننسى باسكو كان نقعد غير نفكر فيها عبيها نخدم شغلي ومع العشيه ماشي صباح. وكنت خدمت صباحا كنت يعني سيقت هذيك جوزت بالي سيقه خفيفه بصح عاود جوزت بالي باسكو ضربت شويه الريح عاود جوزت بالي وحاجكم سيقت هذيك السيقه. من بعد دخلت شلت لحمي وخرجت لقيتها تحمرت طابت شوفوا جاتني هايله طيبه بالطبع مي وعسلتها. حبيت نعطيكم واحد الملاحظه فقط في لافارس هي قلنا 900 بصح في لافارس قد تزيدي لها شويه باش تجيك عاليه. انا درتها صراحه انا لهنا كنت درتها 950 والعسيله توجور تاني لازم نزيدوا لها شويه باش تجيكم عسله. ما تنساوش بلي لا فرص انا منقصين منها السكر انا دايرين غير 4 كيلو. لهنا قلت لكم كنت عسلتها وخليتها تشرب شوفوا عسلوها انا 900 كنت درت لها هذيك تاع كيلو درتها كامل وجات هايله وجات بنينه وجات معتدله في الحلاوه. رحت لهنا طيبت العشاء تاعي اللي كان واش كان البنات كان هذوك واش يعطوا لهم عصبانات اللي كانت ماما عطاتهم لي تاع العيد ويجوها بزاف بنان خساره في العيد ما نقدرش نصور لكم. وكنت تاني تشهيت مطلوع درت مطلوع تاني تاعها لا غوسيت تاعو ما صورتها لكم سمحوا لي بصح نوعدكم باللي راح نعاودها لكم ونحكيه لكم بالتفصيل. هو ساهل شوفوا هو ديروا كيله انا خدمته بالبيتخان ماما ما تخدموا بالبيتخان مي تقدري بيدك تخدميه
ديري كيله سميد كيله فرينه مقابلتها فرينه كيله تاع فرينه، يعني ديري 4 سميد ديري 4 فرينه كيما حبيتي. انا لهنا كنت خدمت غير بالبول الصغير صافي باش يجوني 3 خبزات، مام كبار مام صغار. درت 2 كيلات سميد و2 كيلات فرينه، الملح الخميره الماء دافي ونخلوهم يتخلطوا، ولازم يكون شويه يتلاصق. هذا ما كان. بديت خليتهم يخمروا وبديت لهنا مباشره نطيب فيهم. واش نقول لكم يا البنات، يجي هايل وبنين وخفيف، يشهيدكم في الجنه ان شاء الله. وعلى بالكم باللي موقف صغير قادر يخسر لك نهارك، كيما موقف صغير قادر يبدله لك كامل ويفرحك. انا صراحه شغل زعفت هكا، هبط لي المورال باسكو تعبت عليها وخدمتها. بصح الحاجه اللي فرحتني في هذا النهار كامل انه ما كتبتش على المراه وما شديتش لا كوموند، وشوفوا ما شديتش لا كوموند عليها وما كذبتش عليها. كيما نعرفوا بلي سنيوات البقلاوه تخرج صبحه يعني صبوحي، سورتو صبوحي تاع العروسه جينيرالمون صباح العروسه يدوها ولا ليله العرس، ولا يقعد نهار تاع العرس، يعني نهار واحد تجي تديها. ايماجينيو كان خدمتها لها وعطيت لها الكلمه وبعثتها لها هكاك. كيفاش دير البنات؟ شكون هذه راح تقبل لها حلواجيه واحده اخرى في 24 ساعه تخدم لها بقلاوه واحده اخرى؟ هي طول باش طيب وهي طول باش تريح وطول حكايه. انا صارحتها قلت لها تحبين نخدمها لك كاري يا اختي، مرحبا اهلا وسهلا. والحمد لله يعني بشهاده بزاف تاع متتبعات تاوعي. وكما وحده قالت لي اختي سمسومه انت بقلاوتك فتنه فوق الارض، بزاف تشهي. وكانت يعني شوفوا صح لي ذوق بقلاوتي كامل تعجبهم. وخدمتها بحب. شوفوا والله غير خدمتها بحب. بصح اسكو نتوما جيتوا في بلاصتي تشدوا لا كوموند ولا لا؟ اسكو تكذبوا على المراه؟ واسكو يعني انا الحاجه اللي درتها مليحه ولا لا؟ انا عارفه بلي كامل توافقوني الراي، وانا عارفه بلي ما تخدعوش حاجه باينه. مي باش نكذب انا على وحده وسختو عروسه وكما قال واحد تدعي عليا بعيد الشر عليا، الله لا يلحقني باش نغيب ولا نغضب. ما ماشي عروسه، اي وحده يكون عندها فرح باسكو الكاطو يكومونديوه للفرح نلعبها لها. ولا انا صراحه هذه طريقتي، نعرف حاجه نقول عرفت، ما نعرفش ما نقولش. وشوفوا التوراق الله يبارك جات هايله وجات عاليه، واش نقول لكم ما شاء الله. وكم تشوفوا فيها خدمتها بالكاوكاو وداقوها كامل. شوفوا ضنا مرت خويا عجوزتي اللي دوقها قالوا لي قرف بنينه، ما حسيناش اصلا بلي كاوكاو. والحمد لله. قولوا لي نتوما في رايكم، ولا كون جيتوا في بلاستيك كيفاش ديروا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.